مرحبا يا مشاهدين، لقد عدتم مجددا. أين ذهبتم؟ ألا تريدون تحضير فطيرة الخضر اللذيذة؟ إنها فعلا شهية جدا. لقد حضرتها في البادية، انظروا إلى شكلها، إنها رائعة. هيا معي لنحضر الفطيرة. سنحتاج إلى 250 جرام من دقيق القمح المنخول. إن لم يتوفر يمكننا استعمال دقيق القمح الكامل أو الدقيق الأبيض. ونحتاج أيضا 250 جرام من دقيق السميد الناعم أو الفينو، وملعقة صغيرة من الملح، وملعقة كبيرة من خميرة الخبز. ثم سنلم العجين بالماء البارد أو الدافئ، لا مشكلة. يجب أن يبقى العجين رخوا حتى نحصل على نتيجة جيدة. سألم العجين بهذا الشكل، ثم أقوم بدلكها جيدا وسأتركها ترتاح. سأحتاج إلى حبتان من البصل، حبتان من القرع، وحبتان من الجزر، فلفلة خضراء وأخرى حمراء، وحبتان من الطماطم. سأبشر الجزر ثم القرع أيضا بهذا الشكل، وسأقشر الطماطم. سأخذ مبشرة وأبشر الجزر والقرع والطماطم. أما البصل فقد قطعته شرائح رقيقة. الآن سأخذ مقلاة وأضعها فوق النار. أصب القليل من زيت المائدة أو زيت الزيتون كما تشاءون. سأضيف البصل، شرائح البصل والخضر المبشورة، ثم الفلفل الأحمر والأخضر مقطع قطعا صغيرة بهذا الشكل. سأضع القليل من الملح حسب الذوق، ثم ربع ملعقة من الفلفل الأسود أو الإبزار، وملعقة صغيرة مملوءة من الفلفل الأحمر، ثم القليل من البقدونس والقليل من الكزبرة. سأقلب من الحين للآخر حتى تستوي الخضر. انظروا إلى شكلها، كما أن رائحتها طيبة فعلا. سأضعها في إناء وأتركها لتبرد. الآن أخذت آنية فرن، سأقوم بدهنها بزيت المائدة حتى لا تلتصق العجين. الآن سأخذ القليل من دقيق السميد الناعم، العجينة بعد أن ارتاحت انظروا إليها، ثم أقوم بقسمها إلى قسمين وأتركها ترتاح مرة أخرى حتى يسهل علي بسطها باليد. سأخذ قطعة واحدة ثم أقوم ببسطها. لقد أصبح سمكها رقيقا بعض الشيء. وضعتها في آنية الفرن، ثم وضعت فوقها الخضر المطهوة فوق النار. أخذت القطعة الأخرى من العجين ثم بسطتها مثل الأولى، وسأضعها فوق الأولى. انظروا بهذا الشكل، ثم ألمها من الجوانب مع الضغط عليها بالأصابع بهذا الشكل. سأخذ بيضة كاملة، أضفت إليها القليل من الزيت، زيت المائدة، ثم أدهن وجه الفطيرة وأرش عليها القليل من حبات السمسم أو الزنجلان، ثم أقوم بسكها بعمل ثقوب بشوكة حتى لا تنتفخ في الفرن. ثم أدخلتها الفرن، ها هي قد نضجت. انظروا إلى لونها، إنها رائعة فعلا. انظروا، أتمنى أن تعجبكم وتجربوها، إنها لذيذة حقا.
وداعاً.